أهلا بيكو، أنا أحمد المسلمي، ودي الحلقة الأولى من دروس تعليم الفوتوشوب مع بودكاست تك الزرار. إحنا قبل ما نتعلم الفوتوشوب أو نفكر نتعلم أي برنامج تصميم محتاجين نعرف كام حاجة. يعني أنا لو اتعلمت دلوقتي برنامج الفوتوشوب، إيه اللي هعمله بيه؟ إيه النتائج اللي أنا هطلعها أو إيه اللي أنا مستنيه منه؟ علشان كده قبل ما اتعلم البرنامج لازم في الأول أكون عارف هطلع بيه إيه. يعني بمعنى أصح هنعتبر إن أنت عندك عربية ولكن أنت ما بتعرفش تسوق، فبالتالي أنت مش هتعرف تستخدم العربية دي. بالظبط هي دي فكرة برامج التصميم. لو أنا اتعلمت برامج التصميم بدون ما يكون عندي أفكار أو بدون ما أكون عارف يعني إيه تصميم أو إن أنا هصمم إزاي، فبالتالي أنا مش هقدر استفيد من البرنامج ده الاستفادة القصوى اللي أنا محتاجها. علشان كده قبل ما تتعلم البرامج حاول الأول تتعلم يعني إيه تصميم. حاول تعرف يعني إيه تصميم، حاول تقرأ عنه، حاول تتفرج كتير على تصميمات قبل كده عشان تعرف تطلع شغل وتطلع نتائج كويسة تكون مرضية ليك ومرضية لأي حد هيشوف الشغل بتاعك. يبقى خلينا متفقين إن إحنا قبل ما نتعلم برامج التصميم لازم نتعلم يعني إيه تصميم. طيب بدون كلام كتير تعالوا كده مع بعض نروح على الفوتوشوب ونشوف شكله عامل ازاي، الواجهة بتاعته بتتكون من ايه، الكلام ده كله. يلا بينا. طيب اول ما بنفتح برنامج الفوتوشوب بيظهر عندنا الواجهة بالشكل ده. الواجهة بيكون فيها الشغل اللي انت اشتغلته قبل كده لو انت كنت شغال على الفوتوشوب من قبل كده. يعني اي بروجكت او اي تصميم انت فتحته او اشتغلته على الفوتوشوب هتلاقيه موجود عندك في الصفحة بتاعت الهوم هنا. اما لو انت اول مرة تفتح الفوتوشوب فمش هتلاقي اي حاجة من الملفات دي. طيب عندنا هنا في كام بار او كام زرار كده موجودين في واجهة الفوتوشوب. هما نيو فايل، اوبن، هوم، ليرن، يور فايل، شيرد وذ يو، لايت روم، فوتوز، وديليتد. طيب احنا اغلب اللي هنستخدمه من الحاجات دي هي نيو فايل واوبن. طيب تعالوا كده بسرعة نشوف النيو فايل دي بتعمل ايه وايه اللي هيظهر لنا لو ضغطنا عليها. هنضغط هنا على نيو فايل هيظهر معانا الشكل ده. ايه الشكل ده او بيتكون من ايه؟ تعالوا هنشوف. عندنا هنا كذا اختيار عشان افتح ملف جديد. يا اما هفتح ملف جديد خاص بتصميم للشاشات او خاص بتصميم للطباعة. طيب تعالوا كده مع بعض نشوف ايه الفرق بين الشاشات وبين الطباعة. اول حاجة الشاشات عندي بتستخدم بروفايل الوان الRGB. الRGB دول الثلاث الوان اللي بيتكون منهم الوان اي شاشة. اما الطباعة بتستخدم عندي CMYK. CMYK دي 4 الوان اللي اي حاجة في الطباعة بتتكون منها او اي لون في الطباعة بيتكون منها. الRGB هم الريد، الجرين، والبلو، اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق. دي أي شاشة بتتكون منها، أي شاشة ديجيتال بتتكون منها بقى، سواء شاشة موبايل، سواء شاشة كمبيوتر، شاشة تلفزيون، أيا كان. أما الطباعة بتتكون من CMYK. CMYK اللي هم السيان، الماجنتا، وكمان اليلو الأصفر، والكي الأسود. السيان اللي هو الأزرق، والإم اللي هو الماجنتا، الواي اللي هو اليلو الأصفر، والكي اللي هو اختصار بلاك. الحاجات بتاعت الألوان دي هنعرفها قدام مع بعض بعدين، ولكن خلينا دلوقتي نشوف ازاي احنا هنفتح ملف جديد. زي ما قلنا عندنا بتظهر الواجهة بالشكل ده، وهنقول دلوقتي كل حاجة فيها بالتفصيل. أول حاجة عندنا اللي هي العنوان أو الاسم بتاع الملف اللي انت هتفتحه، وليكن مثلا هسميه 1. هنا
ايه المقاس اللي انا هشتغل بيه، او ايه نوع المقاس اللي انا هشتغل بيه. هشتغل بالبكسل وده للشاشات، هشتغل بالانش، هشتغل بالسنتيمتر، هشتغل بالمليمتر، هشتغل بايه بالظبط. لو انا هشتغل لشاشة ديجيتال هختار البكسل. كده هنا عندي العرض بتاع التصميم، وعندي هنا الارتفاع بتاع التصميم. طيب عندي الشاشات اغلبها بتكون 1920 في 1080، او بمعنى اصح اغلب التصميمات اللي احنا بنفتحها بتكون 1920 في 1080. طيب التصميم بختار حسب المقاس اللي انا محتاجه، سواء بقى المقاس للموبايل او مقاس للشاشة او ايا كان. بكتب المقاس هنا زي ما احنا شايفين، العرض، الارتفاع. دي كده اول حاجة. بعد كده بنزل تحت على الريزوليوشن. لو انا هشتغل على شاشات، الريزوليوشن عندي اقدر اشتغل عليه من اول 72 لحد 300. طيب ايه الفرق؟ الشاشات عندي 72 بيكون كافي جدا ان هي تظهر لك الالوان والتفاصيل اللي في الصورة. تمام. طيب الفكرة كمان ان انا ليه ما بعليش الريزوليوشن قوي؟ لو انا بشتغل تصميم سوشيال ميديا مثلا، هيتعرض على انستجرام او فيسبوك او تويتر او اي شاشة هيتعرض عليها، او اي موقع حتى. السبب في ده ان انا لو كل ما بعلي الريزوليوشن كل ما الجهاز لو امكانياته مش عالية قوي هيبدأ يتقل معايا. فعشان كده اغلب الوقت احنا بنشتغل على 72. ده لو انا هشتغل على الشاشات. اما لو هشتغل طباعة، باجي هنا هروح مختار سنتيمتر، هحدد المقاس بتاعي مثلا وليكن 20 في 15. ايا كان بقى نوع الطباعة اللي انا هستخدمه، سواء ورق A4، سواء فلاير، سواء هيكون باكجينج، اي حاجة انا هستخدم فيها ريزوليوشن 300. وده بسبب ان انا محتاج اطلع التصميم باعلى دقة ممكنة للطباعة. تمام. طيب حاجة تانية بعد كده هاجي هختار علشان الطباعة مش RGB color. احنا قلنا RGB color دي خاصة بالشاشات. هختار CMYK واروح اعمل كرييت. هيطلع عندي بالمنظر ده. كده بتكون خلصت حلقة النهاردة من الدرس بتاعنا. علشان الموضوع ما يكونش صعب على الناس، هنكتفي بالحلقة لحد هنا، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية. لو عجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم الاشعارات والجديد اللي بننزله اول باول. كنت معاكم احمد المسلمي، وده بودكاست تك الزرار. دمتم بخير.